اهلا وسهلا، ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ فاحنا مكملين مع بعض النهارده التعلم اللغه الانجليزيه. النهارده هنتعلم مع بعض، هنكمل من حيث توقفنا في الدروس اللي فاتت. احنا اخر الدرسين اللي فاتوا، كنا الدرس الاول كنا بنتكلم عن التحيه والتعارف وازاي تعرف نفسك وازاي تتعرف على الشخص اللي قدامك. كل ده قلناه في اول فيديو خالص عملناه، لو ما شفتوش هتلاقيه هيظهر فوق دلوقتي. وفي الفيديو التاني بنتكلم مع بعض عن ايه، ازاي تعد بالانجليزي وازاي تطلب المساعده بالانجليزي، وازاي لو انت عايز تطلب اكل او شرب او تطلب اي حاجه وانت في الكافيه ازاي تطلبها بالانجليزي. وكمان اتكلمنا كده بشكل سريع عن صيغه المفرد وصيغه الجمع وازاي تفرق ما بينهم. وفي فيديوهات تانية هتنزل بعد كده فتاكدوا تتفرجوا عليها. وده الدرس السادس دلوقتي المفروض النهارده. وفي الدرس السادس هنتكلم مع بعض على ازاي توصف الوظيفه بتاعتك. زي ما متعودين دايما، طالما بنتعلم لغه جديده يبقى احنا لازم نمارسها بشكل منتظم عشان نحسن اللغه بتاعتنا، عشان زي ما احنا قلنا قبل كده برضو ان انت طول الوقت انت بالنسبه لك اللغه العربيه متعود عليها فبتتكلم عربي كتير، فالعربي بالنسبه لك سهل، فالانجليزي انت عايزه بنفس الطريقه، فبالتالي لازم تحيط نفسك باللغه الانجليزيه. حاول تخلي على الاقل يومك يبقى فيه جزء كتير انجليزي، افلام تتفرج عليها بالانجليزي، برامج تتفرج عليها بالانجليزي، تشوف حوار بين اتنين بالانجليزي، تتكلم انت انجليزي مع اخواتك مع اصحابك، اي حد حواليك تتكلم معاه بالانجليزي قد ما تقدر شويه. ويا حبذا بقى لو حد مثلا الشخص اللي انت تعرفه ده هو كمان مثلا عايز يحسن الانجليزي بتاعه، فانتوا اتنين تتكلموا مع بعض وفي واحد تالت يكون بيعرف يتكلم انجليزي حلو قوي فيصحح ما بينكم انتوا الاتنين. ده هيساعدك ان انت تحسن اللغه الانجليزيه. تمام. وطبعا مهم جدا يكون في كراسه او دفتر اي كلمات بناخدها جديده بشكل يومي كده نكتبها، عشان نستخدم بعد كده الكلمات ديت في حوارنا بعد كده ونحفظها ونستخدمها، فكده نحسن اللغه بتاعتنا ويبقى عندنا يعني كلمات كتيره جدا نقدر نستخدمها بعد كده في اللغه بتاعتنا. طيب، لما انا مثلا بعمل فيديو عامة وبنزله على يوتيوب، الفيديو ده بيكون قصير يعني، فده معناه ان انا بحاول انجز في الفيديو كتير، يعني مش بقعد اعيد الكلام كذا مرة عشان انت تعيدها معايا. بس انت في الفيديو عامة لازم انت لما تيجي تتعلم لازم تعيد كذا مرة. زي ما احنا كنا مثلا نيجي في العربي نكتب مثلا ارنب 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 ارنب، او اسد 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 اسد، لحد ما نتعود على بتتكتب ازاي اسد مثلا. املا مثلا دايما بناخد شويه كلمات كده وبنقعد نحفظهم ونخلي مثلا والدي او والدتي يسمعوها لي. في نفس الفكره بالظبط في الانجليزي، انت محتاج ان انت يبقى عندك مخزون من الكلمات عشان تقدر تستخدمها في لغتك بعد كده لما تيجي تتكلم مع اي حد تستخدم الكلمات دي. تمام. عشان من كلمات انت بتكون جمله، ومن جمله بتقدر ان انت تعمل حوار مع الشخص اللي قدامك. تمام. فده اللي احنا بنشتغل عليه مع بعض. فلما انا بعمل فيديو، الفيديو ده انا عايزكم لما تشوفوه اقعد انت اتفرج على الفيديو واقعد اكتب بقى اللي انت بتشوفه قدامك ده اللي انا بقوله، اكتبه في ورقه كده واعيده كذا مره، وشوف نفسك بتقوله ازاي واسمعني وانا بقولها، واسمع مثلا الفيديو اللي انا كنت مشغله مثلا اللي كان بيقول كنت بقول معاه مثلا، اللي بنتعلم منه من خلال مثلا الابلكيشن نفسها. ده هيساعدك انك تحسن نفسك في اللغه الانجليزيه. تمام. شابتر 6 يعني احنا في الفصل السادس، تمام، او الدرس السادس، وهنتكلم النهارده مع بعض على describing your job. describing جايه من describe، و describe معناها ايه؟ describe معناها يوصف. اوكي. ف describing your job يعني هنوصف او هنعرف هنشرح عن الوظيفه بتاعتنا، فهنوصف الوظيفه بتاعتنا. تمام. اوكي. talk about your occupation. اوكي. talk about your occupation يعني ايه talk about your occupation؟ يعني اتكلم على وظيفتك. اوكي. occupation يعني الوظيفه. فيلا بينا نبدا باول درس اللي هو describing your job او talk about your occupation. يلا بينا، بسم الله، بدأنا. What do you do? اوكي. what do you do؟ ماذا تفعل؟ او what do you do معناها انت بتشتغل ايه. تمام. هي قالت ايه؟ what دي الأداة السؤال، what بعدين do بعدين اللي هو العمل يعني، او الحاجه اللي انت بتعملها عمل. do you do يعني انت بتعمل ايه. اوكي. what ده السؤال اللي ممكن تساله. ممكن تسال واحد what do you do او where do you work or what is your job مثلا or what is your occupation مثلا. دي برضو معظم الاسئله اللي ممكن تقولها. بس what do you do بتبقى يعني بيستخدموها الناس اكتر. ممكن برضو تسال حد تقول له what do you do for living، يعني انت بتشتغل ايه عشان تعيش. تمام. او بتصرف على نفسك ازاي. what do you do for living. look something new بيقول لك شوف حاجه جديده. I work in a restaurant. اوكي. I work in a restaurant. I work in a restaurant. اوكي. فهو ما قالش I do in a restaurant، لا I work in a restaurant. فهو what do you do مش هيرد يقول I do in a restaurant، لا هيقول I work in a restaurant. ف I انا work بشتغل
in a restaurant. بشتغل في مطعم. restaurant يعني مطعم. اوكي. we say I work in a place of work and I work in a field of work. بنقول ان احنا ان انا بشتغل في مكان الشغل او بشتغل في مجال الشغل ده. تمام. we say I work in a place of work يعني انا بشتغل في مكان العمل ده، او I work in a field of work يعني بشتغل في المجال ده. تمام. هنفهمها اكتر مع بعض دلوقتي. ايوه، شكرا جدا يا منى. صح كده. what do you do, what is your job, what do you do for living. exactly. اوكي. فعندنا here's a tip. هنا نصيحة. here's a tip يعني هنا نصيحة. تمام. when talking about a place we work in we say I work in a place of work. يعني انا بحط I work بعدين احط a restaurant. she works in an office. we work in a shop. تمام. طيب يبقى عندنا I work in بحط المكان اللي انا هشتغل فيه. تمام. يبقى I work in a restaurant. she works in an office. we work in a shop. فبعد I work in حطيت المكان اللي انا اشتغلت فيه a restaurant او مثلا an office مكتب. we work in a shop محل. تمام. اوكي. اللي بعده. where does a waiter work. فين بتشتغل الويتر اللي هي الجرسونة او الويتر النادلة. تمام. تشتغل فين النادلة بتشتغل فين. فهو بيقول لك where does a waiter work. بصوا السؤال هنا بيتقال ازاي. where does a waiter work. طيب where يعني فين. does دي عايدة على مين. does دي عايدة على مين. عايدة على الويتر. تمام. work يعني هي بتشتغل فين. ليه ما قالش where do a waiter work. عشان waiter بنت. تمام. مثلا لو شينا الويتر ممكن نحط she. where does she work. ماشي. فلو حطينا بدل طبعا نحط she فبنحط does ما بنحطش do. تمام. يبقى where does she work or where does he work. تمام. عشان هي female بالظبط كده. تمام. فلما تكون مؤنثة بنحط عشان هي waiter فمؤنثة فبنقول does. تمام. لو هما مجموعة هنقول where do they work. اوكي. or where do we work. احنا بنشتغل فين. تمام مثلا. اوكي. طيب يبقى where does a waiter work هي بتشتغل فين. لما نيجي نرد بقى هنقول ايه. هنقول she does work in a restaurant. صح. مش هيبقى office ولا shop. تمام. ايوه present simple بالظبط. يبقى she does work in a restaurant. تمام. او she works ممكن نقول she works in a restaurant. اوكي. فده feminine يعني waiter عامة ممكن تبقى راجل او ست. تمام. لكن احنا مثلا عايزين نقول ان هي بنت ان احنا نعرف ان هي بنت فبنقول waitress. تمام. waitress عايدة على بنت مش ولد. feminine form of waiter is waitress. You may also hear the word server in the US. ممكن برضو ما تسمعش waiter وتسمع كلمة server. عايدة على waiter يعني ممكن بدل ما حد يقول مثلا بدل ما يقول waiter يقول server. فعندنا waiter وعندنا server. My boyfriend works in marketing. طيب هنا بقى اللي بتكلم عليه هي احنا اتكلمنا على البليس وبنتكلم دلوقتي على الفيلد. البليس المكان. الفيلد المجال اللي بيشتغل فيه الشخص. تمام. فهنا بيقول لك look something new. بص في حاجة جديدة يعني في كلمة جديدة او في جملة جديدة هنسمعها دلوقتي. My boyfriend works in a marketing. صاحبها بيشتغل في التسويق. اوكي. ماركتنج هو ايه التسويق. تمام. فهنا ما اتكلمتش على المكان اللي بيشتغل فيه. اتكلمت على الفيلد نفسه هو بيشتغل ايه في اي مجال. تمام. حلو. يبقى عندنا here's a tip دي نصيحة. تمام. when we are talking about a field of work we say I work in a field of work. زي مثلا I work برضو in مثلا a restaurant or I work in a shop or I work in a bank. ممكن اقول he works in marketing. برضه هو بيشتغل في الفيلد ده فهي he works in marketing. she works in finance بتشتغل في التمويل. تمام. I work in tech وتك جاية في ايه technology. تمام. tech دي اختصار لتكنولوجي يعني بيشتغل في التكنولوجيا مثلا. تمام. ف he works in marketing she works in finance I work in tech. اوكي. I work in marketing. ليلى works in marketing. ليلى works in ايه. فاحنا بنقول ليلى works in ايه المجال نفسه. تمام. marketing is a profession. اوكي. طيب هنا بقى نيجي بقى للاسامي الوظائف نفسها. here's a tip برضو هنا نصيحة. as we have just seen زي ما شفنا دلوقتي when we talk about our place or field of work لما نيجي نتكلم على مكان او مجال الشغل we say I work in بنقول انا بشتغل فيه. تمام. however يعني لكن. تمام. however لكن
when we give our job a title لما بنيجي ندي لوظيفتنا عنوان تمام فبنقول we use the verb to be so we say I am a teacher أنا مدرسة أو أنا مدرس تمام you are a doctor أنت دكتور are you a designer هل أنت مصمم تمام أوكي مش مصمم يعني على رأيك مصمم يعني بترسم بتزين بتعرف تصمم بيوت بتعرف تصمم صور بتعرف تصمم حاجات designer يعني تمام ف I'm a teacher you are a doctor are you a designer تمام دي أسامي الوظائف اللي احنا الواحد بيشتغلها تمام طيب حلو جدا فاهمين لحد دلوقتي يبقى as we have just seen when we talk about our place or field of work we say I work in however when we give our job title we use the verb to be so we say I'm a teacher you are a doctor are you a designer فالverb to be هنا I am I بتاخد am you بتاخد are بتاخد you تمام اللي هو you are أو are you تمام لو هتيجي في صيغة السؤال هتبقى are you لو هتيجي اللي أنا بقول له واحد بحاجة على طول فهقول له you are a designer أنت designer تمام لكن لما حاجة أسأله سؤال هقول له are you a designer تمام حلو teacher يعني مدرسة تمام I'm a teacher doctor يعني دكتور تمام What do you do, Luke? I'm a teacher. Luke works in a school يبقى Luke هو ايه هو teacher بيشتغل فين بيشتغل في school مدرسة يبقى Luke works in a school يبقى Luke is a teacher he works in a school okay true يبقى صح تمام Luke says he's a teacher so he does work in a school تمام يبقى Luke هو مدرس فهو so he does work in a school فهو بيشتغل في مدرسة اوكي جميل جدا حلو Designer. يعني مصمم are you a designer بصوا designer بتتقال ازاي مش بتتقال designer لا designer الجي silent designer كلمة مفيش جي designer على طول Are you a designer? are you a designer هي اصلا design اوكي تمام بيصمم يعني اشياء complete the sentence يعني كمل الفراغ او كمل الجمله sentence يعني جمله complete يعني اكمل طبعا الواحد لما يجي يتعلم انجليزي خالص لو هو بيتعلم من الصفر فبالنسبه له كل كلمه جديده بالنسبه له فانت بتبدا عينك يعني سبحان الله ربنا يعني الانسان نفسه عينه لما تشوف الحاجه بيبدا ان هو يعيدها كذا مره يكررها كذا مره لو هو قالها كمان بلسانه وهو شافها بعينه خلاص بيبقى في شبه ان هو خلاص شافها وبيبقى بيقولها بلسانه فتسجلت في الذاكره بدا ان هو يستخدمها كتير بقت سهله عليه فكل ما هتكررها كل ما هتلاقيها بقت سهله بالنسبه لك طيب who works in a hospital هنا بيسأل لنا who works in a hospital فدي أداة سؤال who works in a hospital مين بيشتغل في المستشفى من البروفيشنز دي تمام عندنا ويتر وعندنا ديزاينر وعندنا دكتور فأكيد مش ويتر وأكيد مش ديزاينر هو أكيد دكتور Student. طيب لما بنيجي نقول student اوكي we are student واحد يعني طالب students يعني طلاب لما تقول I am a student أنا طالب تمام في المدرسة أو في الجامعة I am a student okay we are students طيب لو أنا عايز أقول أنا موظف هقول I am an employee okay تيجي بعدين لو أنا عايز أقول موظفين لو إحنا موظفين يعني we are employees okay فهنمشي مع بعض واحدة we are students إحنا طلاب Unemployed. أيوه أهي دي جت بطريقة تانية is unemployed أو unemployed يعني إيه؟ يعني أنا ما بشتغلش يعني عاطل عن العمل unemployed فهي employed هي دي الكلمة الأصلية هي دي الكلمة الأساسية employ تمام unemployed يعني مش موظف تمام أو مش بيشتغل تمام unemployed أوكي حلو قوي طيب select the job titles in the examples below اختار وحدد المهن الوظيفية من اللي موجودة هنا ايه هنا المهن الوظيفية اللي عندنا select the job titles and the examples below job titles هو ايه job titles المسمى الوظيفي تمام المسمى الوظيفي ايه هنا he is a designer فdesigner هنا اول واحدة حلو I work in a restaurant طيب هل restaurant دي مسمى وظيفي لا صح هو ممكن لو كان waiter موجودة يبقى دي مسمى وظيفي تمام فمفيش تمام او شيف مثلا
عشان الحاجتين دول هيبقوا موجودين في الريستورانت، تمام؟ فبالتالي مفيش مسمى وظيفي هنا. طب هنا I am a doctor، فدكتور هنا تبقى مسمى وظيفي. فعندنا ديزاينر ودكتور، دول الاثنين مسميات وظيفيه، تمام؟ The job titles here are designer and doctor. We used to be plus job title. وبنستخدم verb to be اللي هو verb to be ايه؟ هي is و am، دول verb to be، تمام؟ am و is و are دول verb to be، تمام؟ ف we used to be to job titles. She is a designer. I work in a restaurant، فما فيش هنا verb to be. I am a doctor، ف I am. اوكي؟ حلو جدا. I work in a cafe and am also a student. طيب هنا true or false. Oliver is a student and works in a cafe. صح ولا غلط؟ Oliver هو طالب وكمان بيشتغل في كافيه. Oliver is a student and works in a cafe. بصوا لما نبص على الجملة ديت انت ممكن تستخدمها، شيل Oliver وحط مكانها اي حد، مثلا حد تعرفه. علي is a student and works in a cafe. كده انت بتستخدم الجمله. عشان تستخدم الجمله انت بنفسك، حط مكان الاسم اللي انت شايفه قدامك ده حد انت بتعرفه وبتتكلم معاه كتير، فحطه في الجمله ديت واستخدمها كتير. انت حد مثلا تعرفه بيروح المدرسه او بيروح الجامعه او بيروح المدرسه، واستخدم الجمله دي بشكل منتظم، هتتعود عليها وهتبقى في المعجم بتاعك او هتبقى في القاموس بتاعك الانجليزي وانت بتتكلم دايما. ف true، صح. Oliver says I work in a cafe and I am also a student, so he does both things at the same time. Oliver says I work in a cafe and I am also a student, so he does both things at the same time. يعني هو بيعمل الحاجتين دول في نفس الوقت. Both يعني الاثنين مع بعض. Both يعني الاثنين مع بعض، اوكي؟ يعني both things يعني الاثنين مع بعض، اوكي؟ برضه بنطلع th both. I'm a teacher. I'm a teacher. لما جاء قال I am teacher ولا قال I am a teacher؟ لازم يعرف المهام بتاعه، يعني ما ينفعش يقول I'm teacher، لا I am a teacher، لازم يقول a teacher، لازم يعرف المعرف ده هو a. نقول a، ممكن نقول the، وممكن نقول an، وفي بقى كل كلمة هنعرف امتى بنقول a وامتى بنقول the وامتى بنقول an، اوكي؟ بس دلوقتي I am ايه؟ هنعرفها بعدين يعني. بس دلوقتي I am ايه؟ I am a teacher، اوكي؟ حلو. Put the words in order. نحط الكلمات بالترتيب، اوكي؟ او ممكن نقول arrange the sentence below، او مثلا arrange the words below to make it a right sentence. مثلا رتب الكلمات اللي تحت دول عشان تعمل جملة مفيدة مثلا، تمام؟ ممكن. او put the words in order، اوكي؟ فهيبقى I work in marketing. انا بشتغل في التسويق. marketing is a profession، اللي هو ده المهنة نفسها. so we use the structure I work in profession. structure يعني ايه؟ structure يعني التركيبة نفسها، الهيكل نفسه، البناء مثلا. structure يعني البناء، الهيكل، التركيبة نفسها، تمام؟ I work in profession، ف we use the structure اللي هو structure ايه؟ I work in marketing، تمام؟ هو ده structure. We're doctors. يعني احنا أطباء. We are doctors. Match the beginning and the end of each sentence. يعني وصل بداية الجملة ونهاية الجملة، تمام؟ يبقى I work in I am a، يبقى I work in ما ينفعش I work in a teacher، صح؟ عشان teacher دي مش place، teacher دي profession، تمام؟ finance ده ايه؟ field، صح؟ حلو جدا. يبقى I am a teacher I work in finance، تمام؟ يبقى الوظيفة a teacher، المهنة I work in finance، اللي أنا بشتغل في التمويل، فده البروفيشن، دي المهنة. حلو، فهمتوا؟ ده المجال يعني، ودي الوظيفة نفسها، تمام؟ فهمتوا الموضوع؟ we use I am، عندنا a أو an plus job title، بنقول a أو an، بعد كده بنحط المسمى الوظيفي teacher but I work in profession، تمام؟ لما نيجي نقول I work in بنحط profession، المجال نفسه بتاع الشغل، تمام؟ حلو قوي. I'm a designer. اوكي. what does Isabella do؟ ما حد يجي يسألك سؤال بيقول لك what do you do، عشان هو بيسألك السؤال فبيقول لك what do you do. بس احنا دلوقتي بنيجي نتكلم على واحدة اسمها إيزابيلا، فبنقول what does Isabella do، لأن إيزابيلا هي لو شلناها وحطينا she، عشان كده بنقول what does Isabella do. والفعل هو ايه؟ الفعل هو do، تمام؟ بس لما يكون في he وشي وات بيتقال does، تمام؟ في الزمن المضارع، تمام؟ لكن في الزمن الماضي بيختلف وفي زمانة تانية بيختلف، تمام؟ she works in marketing، she is a designer، she is a teacher. فإيزابيلا بتعمل ايه؟ I'm a designer. إيزابيلا ايه؟
she is a designer صح؟ يبقى مش designer designer تمام. Remember we need to use the article a or an before a job title. Example she is a designer. اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية. احنا لازم نفتكر remember يعني افتكر تذكر انت مين انت ابني انت الملك الحقيقي. Remember we need to use the article a or an before a job title. Example she is a designer. فاهم؟ she is a designer تمام. يعني مش is she is an a designer. ما ينفعش نقول an لازم نقول a. ليه؟ عشان مفيش vowels letters. هنعرف امتى نقول a وامتى نقول an. فنقول a وامتى نقول an before a job title. Example she is a designer. هي مصممة. designer, طيب designer قلنا بتتكتب ازاي؟ هنيجي زي ما بتقال يبقى designer يبقى D E S بعدين عندنا ال I حلو بعدين عندنا ال G بعدين عندنا ال N يبقى designer اوكي ال G silent وال N وال ER. put the words in order. حط الكلمات ترتيب تمام. طيب احنا عندنا صيغة السؤال اللي هي فيها question mark اللي فيها علامة استفهام فدي تبقى آخر واحدة. فيبقى عندنا أول حاجة أداة السؤال إيه؟ what is the question tool here? what اوكي. طيب بعدين عندنا فين الفعل do العمل what do. بعدين عندنا الضمير فين you what do you do انت بتعمل ايه تمام او انت بتشتغل ايه. The question is asking about someone's work or education. فممكن what do you do ممكن تتقال لحد مثلا لو هو بيشتغل او بيدرس. ممكن تقول له what do you do I study physics مثلا study مثلا marketing study in marketing مثلا او I work in marketing مثلا تمام. ممكن ده او ممكن ده. طيب complete the sentence كمل الجملة أكمل الجملة. عندنا marketing work a marketing يبقى she a in marketing she marketing. عندنا she ينفعش تاخد work اوكي. she لازم تاخد works عشان she a مؤنثة she كمان يعني مفرد مش جمع فشي works على طول in a marketing in marketing she works in marketing مش a marketing لا in marketing صح. she goes with works in after that a profession is stated so marketing. عشان احنا قلنا خلاص she works ما ينفعش نقول in a marketing لا she works in marketing على طول تمام. اللي احنا غلطنا حد كان عارفها ديت يبقى she works in a marketing لا she works in marketing يعني هي بتشتغل في التسويق تمام. We're teachers. we are teachers. هي المفروض هنا we are teachers بس هي عشان خلاص بقت يعني connected لبعض بقت متصلة ببعض فبنقول we're teachers فبنحط T teachers بتتنطق أكنك بتقول T أكنك بتقول شاي T أهي أول نص أكنك بتقول T بعد كده شر دي على طول يبقى CH ش دي على طول تبقى شر يبقى T A تبقى CH على طول بعدين ER S teachers H اللي هي بتبقى teach اللي هي ش دي ممكن تبقى مثلا زي sugar تبقى اس تبقى شوجر مثلا بتتكتب لا شوجر بتتكتب SUGAR تمام. بس انا قصدي عامه لما تسمع ش دي بتبقى دايما بتبقى ساعات لا اما SH لا اما CH تمام. بس teacher يبقى زي مثلا chapter teacher فهم نفس تقريبا نفس الوزن في نفس السمع تمام. teacher chapter ف CH على طول تبقى teachers فتحط CH على طول. we are teachers is used because the subject we are is plural. احنا استخدمنا S ليه؟ لأن أصلا الجملة يعني أو الكلمة الجملة يعني جملة فيها جمع يعني we are is plural يعني we are هنا دي plural أصلا دي كلمة جمع يعني we نحن are يكون كذا تمام حلو. complete the sentence with the correct form of the verb work. دلوقتي بيقول لنا نكمل الجملة بالصيغة الصح لفعل work تمام اشتغل. طيب I type here in a restaurant I احنا عايزين نحط work هنا فهتبقى ايه in a restaurant work عادي هنكتب work بس I work in a restaurant I am working in a restaurant ولا I works in a restaurant تبقى ايه فيهم I work in a restaurant ولا I works in a restaurant ولا I am working in a restaurant. احنا عايزين الموضوع يبقى مفهوش حاجة مستمرة عايز بس اقول I work in a restaurant فهي I work in a restaurant.
أنا بشتغل في مطعم. when the subject is I we use work. I work in a restaurant. تمام حلو قوي. He's unemployed. he is unemployed. employed يعني ايه؟ يعني غير موظف. تمام، او ما بيشتغلش. تمام، لا يعمل. unemployed عاطل يعني. طيب فنكتبها ازاي؟ نيجي نكتبها، هنيجي unemployed فبنيجي نحط m b بعدين loyed يبقى l o y e d يبقى unemployed. he is unemployed. listen to the pronunciation of the final syllable. بيقول لك اسمع النطق اخر حته لويد syllable اللي هي syllable يعني ايه؟ كلمه syllable دي بالنسبه لنا ممكن تبقى كلمه جديده، فاحنا خلينا نعرف يعني ايه syllable. syllable يعني مقطع لفظي. يعني بالنسبه لك كلمه جديده، بس انت دلوقتي مثلا جات لك اهي، فما تخليهاش تمشي وتسيبك، امسكها على طول واستخدمها. syllable يعني مقطع لفظي. تمام، يبقى احنا عشان احنا قلنا دلوقتي المقطع ده، قلنا الكلمه دي unemployed فده لفظ قلناه. unemployed فده مقطع لفظي. syllable تنطق ازاي؟ syllable. اوكي، ف listen to the pronunciation اسمع النطق to the final لاخر syllable في المقطع اللفظي بتاع الكلمه ديت unemployed. the e is not pronounced. unemployed تحس ان الاي مش بتتنطق. تمام، الاي مش بتتنطق. unemployed تحس ان هي في ام على طول. employed حتى هنا كمان لويد في الاخر دي ممكن برضو الاي تحسها مش بتتنطق برضو. لويد على طول تحس ان في اخرها دي مش اخرها اي دي. تمام حلو. He is unemployed. he is He is unemployed. he is unemployed تكتب ازاي؟ unemployed. تمام، نقسمها un بعدين employed. تمام، زي employment او employee. employment يعني وظيفة مثلا. تمام، او occupation. employee يعني موظف، فممكن نحط لو احنا عايزين نخليها جملة صح فهنعمل ايه؟ نكتب كده مثلا كده employee. تمام، كده بقت موظف. تمام، عايزين نخليها unemployed فهنعمل كده بقت unemployed. تمام عايش. We work in finance. we work in finance احنا بنشتغل في ايه؟ في التمويل. finance يعني التمويل. تمام، يعني البنوك والامور دي كلها. طيب finance. طيب عندنا complete the sentence. she بعدين in بعدين marketing، فهنقول she works in a marketing. هي بتشتغل في التسويق. حلو جدا. وبكده يبقى خلص درسنا النهارده. اتمنى يكون الدرس كان مفيد بالنسبه لكم. لو فعلا لقيتوه مفيد يا ريت لا تشاركوه مع غيركم كمان عشان غيركم يستفادوا. شكرا انكم بتعملوا كده. ولو عندكم اي اسئله بخصوص درس النهارده يا ريت لا تكتبوها في التعليقات تحت، وهجاوبكم عليها في التعليقات او هجاوبكم عليها في الفيديوهات الجايه. ولو اول مره بتشوفوني فانا علي، ومن خلال الست فيديوهات دي بنتعلم انجليزي مع بعض من الصفر، وبنتكلم انجليزي بكل ثقه. فكده مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان هنكمل باقي الدرس ان شاء الله في الفيديو الجاي. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.